مهما كانت الرقابة ومهما كانت المسافة هو كده كده هيسدد، والموضوع هيكون صعب جدا على الحارس زي ما انت شايف كده. والأهم من ده إنه مهاجم عارف إن كل شغله إنه يسجل هدف، علشان كده مش بيحنكش كتير. أنا قدام الجول فلازم أسجل، مش مجرد لاعب عارف فريقه، بالنسبة لهم المنقذ ورجل الصعود الأول. المرة دي مش مجرد ترشيح، لأ، هتتفرج على مهاجم قوي جدا ومناسب للنادي الأهلي وبروفايل يستحق الاهتمام. كلام عن المهاجم الأنجولي بروني نيسيمبا، واحد من أقوى المهاجمين اللي هتكلم عنهم بشكل عام. وعد مني هتشوف بروفايل مختلف وهتحب إنه يكون موجود في النادي الأهلي. فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه بروني نيسيمبا، لاعب أنجولي الأصل وبلجيكي الجنسية، مواليد 2000 يعني عنده 24 سنة في الوقت الحالي، طوله 187 سنتي وبيلعب في مركز المهاجم، وقيمته التسويقية 900,000 يورو. مسيرة نيسيمبا بدأت مع اندرلخت البلجيكي، اتأسس هناك وبعدها انتقل لأكتر من فريق في مرحلة الناشئين زي جينك ورايال انتويرب، ودي أندية كبيرة في بلجيكا. الخطوة الأولى بإنه ياخد عدد دقايق كويس ويشارك بشكل فعلي مع الفريق الأول كان في موسم 22-23. اتصعد مع رويال وقتها ولعب 17 مباراة بما يعادل 6 مباريات فعلية، سجل هدف وصنع هدف. بعدها انتقل إلى نادي اس كي برفين البلجيكي ولعب في نفس الموسم ده 11 مباراة بما يعادل 7 مباريات فعلية، سجل 3 أهداف وصنع هدفين. الموسم اللي بعده فريق دينير كان عامل مشروع قوي جدا للصعود، وكان شايف ان نيسيمبا هو اللي يقدر يقود الفريق للصعود، وفعلا تم التعاقد معاه ب 400,000 يورو وقتها بعد مدته موسمين. بيبدأ الموسم ونيسيمبا يقدم مستوى فعلا هايل، ومع أول 7 مباريات سجل 5 أهداف، ويستمر ويقدم مستوى قوي جدا طول الموسم، وبيقدم مساهمات فعلا ممتازة. كان منافس قوي على هداف الدوري، وقدر يسجل الموسم ده 14 هدف في 30 مباراة بما يعادل 26 مباراة فعلية، وقدر يصنع هدفين، وفنش الموسم بتاني هداف الدوري بهدف وحيد فقط من ركلة جزاء، بفارق هدفين عن المتصدر اللي كان مسجل 16 هدف وقتها، منهم 3 ركلات جزاء. حرفيا نيسيمبا عمل موسم قوي جدا، وفعلا فريق دينير كسب الرهان وقدر يصعد للدوري الممتاز. وحرفيا اللاعب عمل موسم قوي جدا، ولكن كنت محتاج اشوفه اكتر في الدوري الممتاز هيعمل ايه، محتاج اشوفه في منافسه اقوى. والحقيقه اتفاجئت بالمستوى اللي قدمه، لانه مع اول 6 مباريات في الدوري قدر يساهم ب4 أهداف، سجل 3 وصنع هدف. ولسه احنا في بدايه الدوري وقدامه كتير يقدمه، وليه لا مع نهايه الموسم يفنش هداف الدوري كمان. هنا بقى كنت لازم اعمل الحلقه لان اقتنعت انه لاعب مناسب جدا للنادي الاهلي. مهاجم قوي جدا، التحاماته قويه ومرهق لاي خط دفاع، طوله مميز ولاعب سرعته جيده، ورغم انه طوله 187 سنتي الا ان الكنترول بتاعه على الكوره جيد جدا، بالاضافه ان تحركاته هايله داخل الصندوق. مثلا انا مستني العرضيه ولكن الباك كمل بالكوره، اتحرك خطوتين فضى نفسه وينزل ويستلم، يعمل فينت في التاني ويسدد ويسجل هدف. بالاضافه انه مسدد قوي جدا برجله الاتنين على المرمى، والتسديده اللي قدامك دي برجله الشمال اللي هي المفروض العكسيه، دقه وقوه فعلا هايله. كمان تحركاته من الخلف الامام ما بين الخطوط هي نقطه قوه كبيره، لانه فعلا عنده وعي كبير وذكاء في استغلال المساحه، وتقدر تقول كده ملك الانفرادات، وعنده قرار ممتاز قدام المرمى، وهو عارف ان شغله انه يسجل هدف، مش محتاج يحنكش كتير يعني. فهتلاقيه دايما بيتحرك في المساحه ويسدد بقوه ودقه وتوجيه، وهي عارفه مكانها فين، ومهما كانت المسافه هو كده كده عنده دقه ممتازه، ولو غابت منه هيسجل هدف زي اللي قدامك ده. كمان نيسيمبا جيد في لعب الضربات الرأسية، بس رغم طوله وقوته مش أفضل حاجة فيها، والموسم اللي فات سجل هدف وحيد فقط من ضربة رأسية، ولكنه عنده الإمكانيات اللي تخليه يتطور في الجزئية دي ويكون فعلا مهاجم مرعب، مهاجم يقدر يضيف للنادي الأهلي. قيمته التسويقية مش كبيرة، صغير في السن وأرقامه هايلة، ولو فكرنا نضم اللاعب دلوقتي هيكون أسهل كتير من أي وقت بعد كده. مهاجم يمتلك كل الإمكانيات اللي تخليه يوصل لمكانة بعيدة في أوروبا، وأنا بقولك إن المفاوضات مش هتكون سهلة، ولكنه انضم الفريق ب 400,000 يورو، بيلعب في فريق ما عندوش جماهيرية كبيرة، عقده مش كبير إطلاقا. والحاجة اللي أنا بشوف إنها تسهل جدا المفاوضات مع الفريق إن اللاعب فاضل له موسم واحد فقط مع الفريق، يعني أكيد هيحب يستفاد من اللاعب. علشان كده أتمنى الحلقة دي نوصلها ل 2000 لايك ونسرع في ده علشان اللاعب يوصل للإدارة، لأننا فعلا محتاجين مهاجم، وأنا بشوف إن البروفايل ده مناسب جدا للنادي الأهلي. وأنا كل ثقة لو اللاعب ده اتعرض على كولر هيوافق فورا، لأنه فعلا افضل من محمد كوناتي وافضل من لعيبه كتير اترشحت على مدار الفترات الاخيره. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، اتمنى نوصل الحلقه دي ل 2000 لايك علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، والترشيح يوصل لاداره التعاقدات في النادي الاهلي زي ما عملنا كتير قبل كده. واتمنى تقول لي رايك في اللاعب في الكومنتات تحت، هل لو انضم للنادي الاهلي هيقدر يقدم اضافه ولا انت شايف ايه؟ واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله
لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها اسيست. بننزل حاجات هناك بشكل حصري وبنتكلم عن لعيبه فعلا ممتازه جدا. نتقابل بخير، سلام.